السلام عليكم، اهلا بكم في قناة تحليلاتكم. 4 صفقات سوبر لنادي الزمالك وبداية قوية للميركاتو الصيفي طبعا بالنسبة لحسين لبيب ومجلس ادارة نادي الزمالك ب4 صفقات، منهم ثلاثي 3 خطف ثلاثي النادي الاهلي. الزمالك يخطف ثلاثي للنادي الاهلي مع اضافة صفقة سوبر رابعة طبعا في الميركاتو الصيفي الحالي، والانتقالات طبعا تمت يعتبر بنسبة 99%. هقول لكم دلوقتي على تفاصيل الخبر. في البداية اشتركوا في القناة، اعملوا لايك للفيديو علشان يوصلكم كل جديد، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل اشعار. يلا نتعرف على 4 صفقات سوبر لنادي الزمالك في طبعا الميركاتو الصيفي الحالي. بدأهم بخطف ثلاثي النادي الاهلي اللي هم مين بقى؟ 1 خد عندك محمد شريف مهاجم النادي الاهلي السابق، وده بسبب طبعا ان انتهى عقده مع نادي الخليج السعودي. الصفقة الثانية أحمد عبد القادر لاعب طبعا نادي قطر القطري بعد ما انتهت برضه إعارته من نادي قطر القطري. أيضا بيرسيتاو لاعب قطر القطري بعد ما انتهى عقده من نادي قطر القطري، أو بمعنى آخر تم يعني إنهاء تعاقده مع نادي قطر القطري. اللاعب الرابع طبعا هو لاعب في خط الدفاع اللي هو طارق حامد، لأن أيضا انتهى عقده مع نادي طبعا الخليج السعودي ايضا. خليني اقول لكم طبعا الصفقات بنسبة 99%، لان مسؤول التعاقدات في نادي الزمالك اللي هو جون ادوارد حاليا يقوم بانهاء الرتوش الاخيره من اجل التوقيع طبعا، سواء بالنسبه للثلاثي في خط الهجوم احمد عبد القادر محمد شريف بيرسيتاو او حتى طارق حامد. خليني اقول لكم طبعا ان احمد عبد القادر يا جماعه لو رجع لنادي الزمالك وركز في الملعب هيعمل شغل مع نادي الزمالك زي ناصر ماهر اللي الاهلي استغنى عنه، لكن ككواليتي وكجودة لعيب الراجل ده لسه يدي الزمالك، ولكن محتاج انضباط، محتاج يشتغل على نفسه، محتاج جماهيرية، ودي متوفرة في نادي الزمالك. اما عن بيرسيتاو دي ما اعتقدش انها تفيد الزمالك يعني بنسبة كبيرة، لا بالعكس بيرسيتاو خلاص الريتم بتاعه نازل، مش تصاعدي لا نازل. فبيرسيتاو ما علينا منه يعني صفقة مش هتكون مثلا اللي هي المنتظرة بالنسبة لجماهير الزمالك. اما محمد شريف لسه برضه ممكن يدي الزمالك سنتين تاني في حال ان هو شارك اساسي طبعا وخد فرصته كاملة مع نادي جماهيري زي كده، بدل ما هو كان مهمش في النادي الاهلي. حتى لما راح نادي الخليجي ايضا يعني بيلعب بره وطنه، وخاصة مش فريق برضو من فرق المنافسة، لا ده بينافس على الهبوط، فبالتالي برضو مفيش لعيبة، مفيش فريق، مفيش امكانيات فريق تساعد ان هو مثلا يظهر بمستوى جيد او يتألق مع النادي. اما بالنسبة لطارق حامد لو نزل هيكون مكسب في قلب الدفاع او في خط الوسط طبعا، خط الوسط، لان هو رمانة الميزان في الزمالك قبل ما يروح طبعا السعودية. فبالتالي لو رجع نادي الزمالك ايضا من خبرات، يعني هم استفادوا من عمر جابر مش هيستفيدوا من طارق حامد، فبالتأكيد هيكون اضافة قوية طبعا لوسط ملعب نادي الزمالك. دول 4 صفقات يا جماعة السوبر لنادي الزمالك. النادي يعتبر خلص معاهم بنسبة 99% في انتظار الاعلان الرسمي زي ما قلت لكم، خاصة ان اللعيبة دلوقتي ما بقتش على قوة اي نادي. حتى اللي على سبيل الاعارة احمد عبد القادر النادي الاهلي بتاعه الاساسي مش محتاجه دلوقتي، فبالتالي يعني ما فيش اي مانع ان هو ينتقل للنادي الزمالك. دول يا جماعة 4 صفقات. في النهاية نتمنى التوفيق لنادي الزمالك. ما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم، سلام عليكم.